السلام عليكم، صباحكم فل وياسمين، صباحكم معطر بذكر الله. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. ايه رأيك في الطبق اللي انا ماسكاه في ايديا ده؟ حاجة كده تحفة جدا، وهنعمله النهاردة بطريقة سهلة جدا وبسيطة خالص. هنعمل اكل مصري، اكل من بتاعنا الحلو اللي بيشبع الجميل ده. هنعمل النهاردة فيديو اتمنى ان هو يعجبك، ويا ريت بقى لو عجبك تعملي لي لايك وشير واشتراك في القناة وتفعلي الجرس عشان اي حاجة جديدة انزلها توصلك على طول. هنعمل اكل تحفة، وبصي حاجات سهلة كده وسريعة ومش هنعقد الأمور خالص. يلا بينا نبدأ الفيديو وإن شاء الله الفيديو هيعجبك. أول حاجة أنا بدأت بيها، جبت بولة كده تحت الحنفية على طول، وجبت شوية طماطم كده، وبدأت إن أنا أشيل القمع بتاعهم وأقطعهم، وعلى طول على طول في شفشق الخلاط، ونسيبهم كده بقى لما نجيب البصل. وكانت مفاجأة بيضة بصراحة. بعت بنتي تجيب لي بصل. معايا النهارده اكلتين حلوين محتاجين بصل كتير، فيعني عايزه بصل كبير كده، بصل يعني البصلتين كده يعملوا الاكله، ينجزوا معايا. لا، راح جايبه لي بصل صغير خالص يا دوبك. بص يعني البصل ده اخره كده، ممكن مثلا تنضفيها كده وتحطيها في الشوربه، تحطها جنب الاكل يتاكل كده، ده اخره. انما ما ينفعش طبيخ خالص، وبالذات للاكلتين بتوعنا النهارده، لان الاكل بتاعنا النهارده بيحب البصل الكتير. اجرك الله بقى على ما قطعت البصل اصلا ونضفته كده وغسلته، كانت عينيا بقى ما اقولكيش. طب انا لسه هخرط ده انا قدامي يجي ساعتين تلاتة. قلت والله لا احطه في الكب. المهم عملت الطماطم وسبتها، والبصل كمان زي ما انتم شايفين كده، وكان عندي مانجا. قلت بدل ما هي زحمالي كده الدنيا وجنبي كده كل شويه اجي احط الكيس على جنب هنا، لا مش عارفه بعمل ايه، اقوم جاي حاطاه هنا. قلت لا، اغسله واحطهم على طول في التلاجة عشان ايه الكيس ما يلبخنيش راحه جايه، وبعد كده نفوق لاكلنا بقى النهارده. تمام كده، ادخله بقى التلاجة، ويلا بقى نروح على الخلاط نشوف هنعمل ايه. الخلاط عندي بيشتغل الاتنين مع بعض، الكبة والخلاط. فقلنا نضرب عصفورين بحجر. حطيت طبعا الطماطم هنا، وحطيت على طول البصل برضو في الكبة، وهديلهم فرمتين. هو بصراحة يعني بصراحة الأكل بتاع النهاردة ما كانش عايز البصل يتضرب في الكبة خالص، لأن يعني الأكل اللي بتاعنا، أيوة اللي احنا نعمله النهاردة في الفيديو، بيحب البصل يكون متخرط خرط كبيرة شوية، مش عايز يبقى ناعم كده. بس للاسف والله العظيم الجو نار قايده، مش هقدر ان انا اقف في المطبخ اكتر من كده، والبوتاجاز والع والدنيا بايظه. المهم بقى ضربته كده في الكبه علشان يعني احس يعني إن خلاص، يعني عشان اقدر اكمل الفيديو اصلا واكمل الاكل بتاع النهارده. وضربنا الطماطم، ويلا بقى نروح على البوتاجاز. حله بقى كده وطاسه على الناحيه التانية، ويلا نحط في الطاسه والحله زيت. زيت. بتحب السمنه حطي، بس انا بحب الاكل بتاعنا النهارده ده يتعمل بزيت كله، مش بحب احط فيه سمنه. تمام. وبعد كده هعمل بقى البصل، هقسمه نصين، نص في الحلة ونص في الطاسة. ويلا بقى نبدأ نقلب كده على طول. البصل اللي في الطاسة ده مش عايزاه يبقى متحمر، هو يا دوبك هيدبل كده بس مش اكتر. انما البصل اللي في الحلة التانية عايزاه يتحمر، الحمار العادي اللي هو بتاع الطبيخ العادي ده. نفضل بقى نقلب فيه كده. ايوه كده. زي ما اتفقنا طبعا ان البصل كان المفروض يبقى كبير شوية عن كده، بس يلا بقى مش مشكلة. هينفع برضه يبقى حلو والدنيا هتمشي. نسهل الامور على نفسنا كده يا جماعة، نموت يعني. البوتاجاز والع في المطبخ والدنيا حر نار قايدة. طب ايه بقى؟ والبصل صغير جدا زيادة عن اللزوم، طب اعمل ايه انا بقى؟ والله لا في الكبة بقى وخلاص، وهتعدي وان شاء الله حلوة خالص. مش حاجة يعني. كان عندي بقى كبد وقوانص. إيه لو عايز تعملي بلحمة مفرومة اعملي، بس انا بعشقها بالكبد والقوانص، احسن كتير كتير بالكبد والقوانص، انا عن نفسي بفضلها كده. حطينا بقى يجي مثلا نص كيلو كده ولا اكتر من نص كيلو كبد وقوانص. وبعد كده هفضل اقلب فيها وهد عليها النار شوية علشان تستوي. وقبل ما تستوي بشوية كده هننزل بقى عليها ايه، شوية فلفل بقى كده ايه، متقطعين. هنحط بس البهارات بتاعتنا دلوقتي، والفلفل الاسود والملح و... والورق اللورة والحبهان. وبعد كده بقى قرب ما تيجي تستوي كده زي ما قلنا هننزل عليها الفلفل، لان انا عايزه الفلفل يبقى باين شويه، ما يبقاش ايه، مهري كده. ايوه كده. ونسيبها بقى تستوي كده مع نفسها. قرن كمان شطه كده بيوديها في حته تانية خالص. يعني قرن الشطه ده تحفه بصراحه، بيخلي الاكل معاك مشطشط كده وجميل.
هركنها بقى على جنب دلوقتي وهسيبها. البصله التانية برضو كانت احمرت اللي هي في الحله دي. هبدا دلوقتي ان انا انزل عليها الطماطم على طول وادي لها تقليبه وابهر الصلصه بتاعتي. احط لها برضو ورق لورا وحبهان وكمون وملح والبهارات اللي احنا عاملينها، الخلطه اللي عاملينها. وهنزل عليها كمان قرن من الشطه. اقسم بالله اقسم بالله قرن الشطه ده ودى معايا الدنيا في حته تانية خالص، خلى الدنيا مشطشطه كده وحاجه تحفه بصراحه. وكمان معانا النهارده ملوخيه. آه، جوزي عايز ياكل ملوخية، فقلنا نعملها مع بعض. لقيته جايب لي ربطة حلوة كده بعتها لي، فقلت يلا تمام عندي شوربة ونعمل الملوخية. الملوخية جميلة بصراحة ومنعنعة كده وحلوة ولسه صابحة. فنقرطف كده شوية وندبس البت جانا في الحبة الباقيين. هما والله انا ما عملت اصلا، يعني انا ما قرطفتش الا الشويه دول اللي قدامكم دول بس. بعد كده قمت جايه ركناهم على جنب وناديت عليها قلت لها تعالي يا جانا خدي الملوخيه دي واقعدي في البلكونه وارطفيها مع نفسك. كنت انا بعت ابني كده جاب شويه طلبات من السوبر ماركت، احتياجات النهارده بس. كان ناقصني كده شاي، جبت الشاي قلت بقى اما نفضيه. وكان ناقصني سكر وكان ناقصني ملح. إيه انا عندي حاجات يعني، عندي. بس طبعا قبل ما بيخلص بشويه ببعت اجيب تاني. يعني انا عندي لسه في سكر اهوت، بس هفضي كده واملى البرطمان سكر. ونكمل برضو الملح ونكمل الشاي. كان عندي شاي برضو بس كان قرب يخلص فقلت ازود كده يعني. ربنا يملى بيوتكم كده كلها بالخير والبركة كده تعم البيوت ان شاء الله. الصلصة شوفي الجمال بقى، الله عليه. كانت خلاص قربت تستوي، وكمان الكبد والقوانص كانت قربت تستوي معايا بقى. دلوقتي كده كنت جبت حلة حطها على النار، يا دوبك كده غلت وانا نزلت فيها على طول بفرخاية كده. وكان في ورك على جنب كده كمان حطيته معاه وبهرته بقى. حطيت ورق لورا برضو، حطيت فلفل اسود وحبهان وبصل اللي هو ما ينفعش اصلا غير للشوربة، وطماطم مقطعة. بس كده وسبتهم على جنب بقى يغلوا براحتهم. عندي بقى حلة تانية فيها برضو نصها مية، حطيت فيها معلقة من الملح، وساعة ما غلت نزلت على طول بكيس ونص من المكرونة. هو يا دوبك الصينية بتاعتي يا دوبك هو كيس ونص، وكانت عايزة كمان أقل شوية. بس خلاص عملنا الكيس ونص. وقبل ما تستوي بشوية كده كانت لسه نية السنة كده. جبتها بقى ونزلتها على طول، وهنزل عليها معلقتين من الزيت وهي سخنة علشان تبقى مفرفرة ما تعجنش ببعضها، وما ارجعش اغسلها تاني تحت الحنفية عشان تفك من ايه، من بعضها كده. يلا بقى نعمل البشاميل مع بعض. جبنا كده طاسة تكون غويطة شوية، هنزل فيها 4 معالق من السمنة. عندي سمنة صفرا على سمنة بيضة، فعادي يعني كلها سمنة. حطيت 4 معالق، وساعة ما يفكوا على طول هنزل ب4 معالق من الدقيق. 3 4، وهبدأ ان انا دلوقتي اقلب فيهم. طبعا المعلقة مش هتنفع معاكي برضو، هجيب كده المضرب اللي هو اليدوي ده. وهبدأ على طول ان انا افضل بقى ان انا اقلب فيها بقى كده على طول علشان ما تكتلش معايا. اول ما تحسي كده ان هما غلوا مرة واتنين كده وتلاتة، وريحة الدقيق طلعت ان هي استوت، قومي جاية نازلة باللبن على طول تدريجيا، ما تنزليش بيه مرة واحدة. انزلي كده بشوية وقلبي، وعلى طول المضرب في ايديكي. ما تخافيش والله مش هيكلكع منك خالص، واسهل ما يكون هو البشاميل للناس اللي بتبقى مستصعباه. بصي اهو انزلي بشويه وافضلي قلبي كده على طول، هتلاقيه برضو جمد معاكي والدقيق شرب اللبن عادي. افضلي برضو اضربي تاني على طول عشان ما يكلكعش معاكي. وحطي بقى شويه بشويه لحد ما تخلصي خالص. انا حطيت كيلو ونص من اللبن، وهفضل اقلب فيه كده. وهبهره بقى دلوقتي، هحط له كده شويه من الملح عشان برضو يبقى طعمه حلو، بس ما تزوديش الملح قوي. كل ما يبقى عادي بشويه كده كل ما بيديكي طعم اللبن بيبقى تحفه جدا. وحطيت شويه كده من الفلفل الاسود، لو عندك كمان فلفل ابيض بيبقى حلو خالص. بس انا ما عنديش فحطيت فلفل اسود. شوفوا بقى القوام تحفه جدا. هسيبه برضو يتقل شويه عن كده، لان انا جوزي ما بيحبش المكرونه تكون عايمه في الصوص كده، فاهمين؟ احنا بنحب المكرونه تكون يعني فيها صوص كتير كده، هو ما بيحبش كده بقى. يقول لك لا ده لا ده ايه ده لسه ما استوتش. مش عارفة ازاي بس هو كده، هو يقول لك لا ده لسه ما استوتش. فخلاص تمام نعمل له اللي هو عايزه. دلوقتي جبنا بقى كده الصينية اللي هنعمل فيها، حطينا فيها شوية من البشاميل اللي تحت. وكنت نقصت شوية بشاميل في البولة اللي هناك دي عشان احطهم على وش الطاجن من فوق. والحبة اللي فضلوا معايا فضيت عليهم المكرونة. شفت المكرونة كانت قد ايه، مفرطة كده وما كانتش معجنة ببعضها، وما حطيتش عليها ولا نقطة مية. ليه؟ عشان المعلقتين الزيت اللي انا حطيتهم. هفضي كده نص المكرونة تحت، وبعد كده هنزل بالكبد والقوانص بقى في النص كده بالظبط، وهوزعها بقى كده بالتساوي. وهنزل ببقية المكرونة التانية اللي معايا.
ايوه كده. هنزل بقى ببقيه المكرونه كده فوق اهو، وهبدا ان انا برضو هسويها. يلا بقى نجيب البشاميل اللي كان معانا التاني، نفضيه بقى على الصينيه من فوق. ايوه كده. عادي عادي، اللي يقع يمسحيه مش مشكله. انا بقول لكم كانت يعني المكرونه المفروض كانت تبقى ناقصه شويه عن كده، بس عادي الدنيا مشت تمام وزي الفل. بضايه بقى دلوقتي وعليها شويه من الفلفل الاسود عشان خاطر الزفاره، وبالفرشه كده، وهبدا ان انا انزل يعني ايه، ادهن كده وش الصينيه بتاعتي عشان تدي لها لون حلو. انا عن نفسي بحب البيضه دي عن الجبنه بصراحه يعني. يلا بقى نشوف الخضرة وأيام الخضرة بقى. الخضرة بتاعت الصيف اللي تلاقي الربطة صغننة قد كده وغالية جدا. التلات ربط من دول ب10 جنيه. وإيه الربطة؟ مفيش ربطة، مش عارفة أنضفها أصلا. يعني أنا لو نضفتها يعني هقول إيه، أنضف إيه أنا وأرمي؟ أنا مش عارفة والله العظيم وأسيب إيه. المهم معنا كام ربطة خضرة كده، هننضفهم دلوقتي، نفككهم كده وننضفهم ونغسلهم مرة واتنين تحت الحنفية، لأنهم بيبقوا لمين تراب الدنيا بصراحة. بيبقى فيهم كمية تراب صعبة خالص. ايوه كده، نلم بقى ده كده في الزباله كده. وبعد كده نغسل بقى الخضره بتاعتنا ديت، لان الجذور اللي بتبقى فوق دي بتبقى لما تراب كتير قوي. ايوه كده. يلا بقى نحطهم على معلقتين كده من الخل ولا حاجه، ونسيبهم نركنهم بس عشان ايه، على ما نغسل الرز. يا دوبك نغسل الرز ونيجي بقى ايه، نغسل الخضره تاني ونقطعهم، ونبقى كده خلاص خلصنا. نغسل بقى الرز كده. بصوا بقى، انا هعمل النهارده كرومب. انا كان عندي كرومب في الفريزر. يعني انا الكرومب اللي معايا النهارده، المحشي بتاعي النهارده مش صابح، مش كرومب صابح ان انا جبته بقى وسلقته وكده. انا كان عندي كرومب في الفريزر، فطلعته هو جاهز على طول. ما كانش مستاهله، يعني حسيت ان هي مش مستاهله ان انا اطلعه واحشيه قدامكم وكده. نعمل بس الصلصه. شوفي بقى الصلصه وجمال الصلصه. الصلصه كانت كتير شويه اللي انا عاملاها، فنقصت شويه كده على جنب، وبعد كده سبت على قد الرز اللي معايا بالظبط. لان انا قلت لكم ان انا مش جايبه كرومبه ولا اتنين، ده كانوا عندي شويه ورق كده في الفريزر، فقلت اطلعهم جنب البشاميل ونتغدى النهارده وخلاص. الرز بقى فضلت اقلب فيه كده شويه في الصلصه، وهبهره كمان شويه فلفل اسود على شويه بهارات من اللي عندي، وهبدا ان انا اقلبه واديله تشويحه جامده كده، علشان حبيت الرز تكون متغلفه كده، ويكون المحشي مفلفل معايا. نزلنا طبعا الخضره وقلبناه، ورحنا حشناه وجينا بقى خلاص، وحشنا كمان شويه فلفل كده عشان الواد سعيد ابني بيحبهم قوي. وبس كده، نزلنا بقى عليهم بشويه كده كام معلقه من الصلصه، وهزيدهم شويه كمان من الشوربه، وهعلق عليهم وخلاص. شوفي بقى الجمال ده. ايه رايك بقى في صينيه المكرونه دي؟ تحفه جدا جدا جدا، ريحتها كانت جايبه اخر الدنيا. بس كده خلصنا، المكرونه استوت خلاص تمام كده، تحفه جدا. والمحشي كمان اتحشى و... والفراخ كمان خلاص اتطبخت دلوقتي. والملوخيه اتقرطفت كده ايه، اتفرمت، ايوه. اسمها ايه، اتخرطت خلاص. بس كان لسه شويه على الاكل، فقلنا بقى ايه، شويه المواعين دولت بدل ما هم مكركبين الدنيا كده، يلا على طول نغسلهم علشان نبقى ايه، رقنا كده الدنيا رايقه، الاكل اتعمل والمواعين اتغسلت والمطبخ راق. بس كده انا كده بصي، مزاجي في السحاب. ساعة ما ميعاد الأكل يجي نعمل الملوخية، والأكل خلاص جاهز، يا دوبك نحمر الفراخ كده ونعمل الملوخية بقى وخلاص على كده. ايوه، نفضل نغسل بقى المواعين. اللي بصي يوم المكرونه بالبشاميل دي يبقى فيه مواعين ايه، مش قادره اقول لكم، يوم المحشي كمان. يعني بصي، فما بالك بقى اما يكونوا الاتنين مع بعض، حاجه كده تحفه جدا. هنخلص شويه المواعين يا دوبك كده، على ما تخلصي الاكل المواعين اللي تتوسخ معاكي على طول تغسليها. ايداكي في المواعين، بص تلاقي المطبخ معاكي زي الفل. يلا بقى كده نعمل الملوخيه بقى. معايا دلوقتي كده معلقه ولا اتنين كده من السمنه، حاجه بسيطه. ويلا نعمل احلى ملوخيه ممكن تاكليها في حياتك، بطريقه ما فيش فيها اي افتكاسات، ولا هنعمل الطشه الاخرانيه ولا حاجه. حاجه كده بارده تاكلها في الصيف وما تتعبيش منها. عملت ايه، معلقه او معلقه ونص من السمنه، نزلت فيها نص معلقة كبيرة أو معلقة، نص معلقة كبيرة من التوم، وبعد كده حمرته كده يا دوبك اصفر، ونزلت عليه بالشوربة، ونزلت كمان حبيتين من الطماطم اللي كانوا في الشوربة دولت، وهبدأ ان انا اهرسهم. طبعا كنت خلطت الملوخية. يلا بقى ننزلها دلوقتي كده على طول، ونبدأ على طول بالمضرب كده عشان بتبقى مكلكعة برضو. نفضل نضرب فيها علشان ايه، تفك خالص. وبرضه حسيت ان هي عدبة شوية، حطيت عليها شوية من الملح وشوية من البهارات. وتعالي بقى، كان في شوية توم فاضلين، قومي جايه حطاهم في الاخر كده.
من غير ما تعملي طشة ولا الكلام ده خالص. وقسما بالله شوية ملوخية تاكليهم في الصيف حاجة كده تحفة جدا جدا جدا، وباردة وخفيفة. جربي جربي بس واسمعي كلامي والله العظيم ما هتندمي. بقوم جاية بقى ساعة ما خلاص تغلي كده من الجناب، وبعد كده اقوم جاية ايه، مطفية عليها النار وسايباها بقى ما غطيش عليها عشان ما تسقطش ولا حاجه. شفت الملوخيه عامله في ايديك ازاي؟ تحفه، حاجه كده تحفه بجد. لا ساقطه، متخرطه حلو جدا، طعمها تحفه، ريحتها حلوه، كلها بصي زي ما قال الكتاب. يلا بقى نقطع المكرونه بتاعتنا الجميله التحفه دي. على فكره والنعمه كانت هتتقطع احسن من كده، لان الخرطه طالعه بخرطتها وحاجه حلوه خالص. بس انا بقى معرفتش اخرطها أوي. بصي الجمال. جم بقى قعدوا يا اختي ويلا حط لنا الاكل، حط لنا الاكل، مستعجلين واجارك الله بقى لما يكون حد قاعد لك وعايز يتغدى وعمال بقى مستعجلك، يا جماعه استبر، يا ولاد اهدوا، ما انا قاعده من ساعتها مستنياكم تيجوا مفيش فايده. المهم بقى شفت الجمال بقى، المكرونه والتحفه بصراحه. بص عامله ازاي، حاجه كده جميله، ريحتها كانت جايبه لاخر الدنيا. يلا بقى نشوف شويه المحشي اللي كانوا عندنا في الفريزر دولت. وكل لما افتح الفريزر الاقي شويه الورق، كل لما افتح قلت والله لا جايباهم عاملاهم جنب المكرونه. بص الجمال، بص الصوابع، حاجه كده تحفه جدا جدا. ايوه نفضهم بقى على الصينيه كده علشان نحطهم بقى في اطباق يبقى شكلهم ايه، حلو كده وشياك. وكنت حمرت الفرخه بتاعتي، ادت لها تحميره كده ولون حلو كده، وبس كده. وجبنا مخلل، وطلعنا عيش سخناه. وشوف الاكل بقى الجميل ده غدانا النهارده. ايه رايك؟ حلو؟ الفيديو عجبك والاكل بتاعي عجبك اهو؟ والله العظيم بصي الصوره بتتكلم عن نفسها، حاجه كده تحفه جدا. شوف شويه الفلفل دول تاكلهم كده ما اقولكيش، والفرخيه بتاعتنا الجميله الحلوه دي اهو، طبخناها كده وحمرناها وحاجه تحفه. شفت الملوخيه وجمال الملوخيه، الله عليه، حاجه كده من الاخر. ولا المكرونه كمان طالعه الخرطه بخرطتها وطعمها تحفه. انا جوزي بقى مش بيحبها غير كده، يحبها تكون خرط وناشفه كده. انتوا عارفين زي ما قلت لكم كده في اول الفيديو، ساعه ما بيلاقيها فيها صوص كده يفضل ايه ده لسه ما استوتش يا ابني، والله مستويه بس هي يقول لك لا. فالله المستعان، نعمل لكل واحد زي ما هو عاوز. بحبكم في الله، السلام عليكم.